بيبدأ الفيلم بظهور باتمان في اجتماع مع فالكون رجل الأعمال المشبوه. فبيقول له فالكون إن باباه ساعده زمان وكان أقرب صديق ليه، لكن باتمان بيقول له إن علاقته بيه انتهت من يوم ما مات باباه. في نفس الوقت بنشوف اتنين من رجالة فالكون داخلين على المطعم بتاعه، وفجأة بيتضرب عليهم نار وبيقتلوه. بعد كده بتتم الانتخابات في المدينة وبيكسبها هارفي وبيبقى هو المدعي العام. بتستمر عمليات القتل في المدينة لرجالة عصابة فالكون. فبيجي يوم عيد الهالوين وبنشوف ألفريد وهو مستني أي طفل يخبط عليهم، لكن للأسف مفيش ولا طفل بيروح له، إنهم من سنين ومفيش أي حد بيجي لهم ولا بيحسوا بعيد. في نفس الوقت بيكون جوردن في بيته مع أولاده اللي بيحتفلوا بالهالوين، فبيجيله اتصال يبلغه بجريمة القتل اللي حصلت. فبيجي هارفي البيت يلاقي غيلدا مراته قاعدة لوحدها، فبيسألها على الأطفال إذا كان في حد جالها ولا لأ، لكن غيلدا بتقوله إن مفيش أي طفل بيطلع بسبب الجرائم المنتشرة. في اللحظة دي بيشوف هارفي نداء باتمان في السماء، فبيقول لغيلدا إنه هيروح بسرعة يشوف اللي حصل، وبيطلب منها تحدد فيلم علشان يتفرجوا عليه لما يرجع. لكن بيكون واضح إن غيلدا حزينة وفي حاجة بتفكر فيها. وبيتجمع هارفي مع جوردن وباتمان، فبيقول لهم جوردن على آخر جريمة قتل واللي كانت لابن أخت فالكون. هنا بينفعل هارفي وبيقول إن أكيد فالكون هو اللي قتله لأنه اعترف عليه وعلى جرايمه، وكمان كان هيشهد ضده. لكن الغريب إن باتمان بيلاقي جزء من ببرونة بيبي كاتم لصوت المسدس، وبيتفق باتمان مع جوردن وهارفي إنهم يتعاونوا مع بعض في القبض على المجرم. في اللحظة دي بيشوف باتمان كاتومان وهي واقفة بعيد بتراقبهم. في نفس الوقت بتكون عيلة فالكون عاملة اجتماع بعد موت اتنين منها، وبيتفقوا كلهم إن هارفي هو السبب في اللي حصل، لأنه من أول ما مسك مدعي العام وهو بيدور وراهم وعايز يقبض عليهم بأي طريقة، وده اللي خلى المجرم مارون يقف قدامهم. هنا بينفعل عضو من العصابة وبيقولوا إنه لازم يقتل هارفي وإلا هيبقوا ضعاف، لكن فالكون مش بيعجبه إنه يقف قدامه وبيأمر المساعد بتاعه يقتله، وكمان بيطلب من ابنه ألبرتو إنه يسيبه يكمل الاجتماع ويمشي. في نفس الوقت بيكون باتمان بيطارد كاتومان وبيفضل يجري وراها لغاية ما بتوصله لمكان شركة فالكون، وبيلاقوا فيها فلوس كتيرة جدا متهربة. في اللحظة دي بيوصل هارفي، فبتحاول كاتومان تضربه، لكن باتمان كان بيقول لها انه معاهم. فبيطلع عارف مكان باتمان من جهاز تتبع، وبيقول هارفي انهم اذا سلموا الفلوس دي هترجع تاني لفالكون لانه بيرشي المسؤولين. هنا بتقول كاتومان انهم لازم يولعوا في الفلوس دي، وفعلا بيولعوا فيها، وبيشوف فالكون النار وهو مش مصدق اللي بيحصل. فبيطلب من رجالته يتصلوا بتشين، وده زعيم عصابة الحي الصيني. في الوقت ده بيرجع هارفي البيت وبيكون في حد بيراقبه، فبيدخل يدور على غيلدا، فبيلاقيها في الجنينة، فبيشيلها علشان يدخلوا البيت. لكن فجأة بينفجر البيت كله قبل ما يوصلوا. فبنشوف باتمان وهو بيطارد تشين بالعربية، وبيوصلوا للحي الصيني، وبينزل باتمان وراه وبيضربه وبيقول له انه شافه قدام بيت هارفي. هنا بتوصل باقي العصابة وكلهم بيهاجموا باتمان، لكن بيقدر باتمان انه يقف قدامهم ويضربهم. وبتوصل كاتومان علشان تساعده، وبتقوله انها هتراقب المجرمين وهو ينزل ورا تشين. وفعلا بيطارد باتمان تشين، لكن بيتفاجئ بجروندي المجرم اللي عايش في انابيب الصرف. بيمسك تشين وعايز يقتله، فبيقول له باتمان انه هيقبض عليه ومش هيخلي حد ينزل له بيته تاني. في الوقت ده بيكون هارفي في المستشفى بعد الانفجار، وبنشوف جوردن وهو بيحقق مع تشين، لكن الغريب ان تشين بينكر ان هو اللي حط القنبله، والاغرب انه بيقول لجوردن انه عارف مين اللي قتل المجرمين. في نفس الوقت بتتفاجئ الممرضه في المستشفى ان هارفي مش موجود، وبيكون ألبرتو مع بابا فالكون، وبيقولوا ان هارفي لسه عايش، وبيختلف مع بابا في رايه عن هارفي وان هو السبب في قتل اعضاء الاسره. هنا بينفعل عليه وبيقول انه كان غلطان لما بعته الكليه علشان يتعلم وانها بوظت دماغه. فبيتجنن اكتر لما بيعرف ان ألبرتو بعت ورد باسمهم لهارفي، فبيخنق ألبرتو وهو بيقول له انه ضعيف، وبيأمره ما يتواصلش مع هارفي ولا غيلدا ابدا. في اللحظه دي بتكون كاتومان بتراقب اللي بيحصل، فبيروح هارفي يقابل جوردن قدام بيت فالكون، وبياخد منه سلاحه وبيقول له انه محتاجه لانه طلع من المستشفى حالا. في الوقت ده بيكون فالكون عامل حفله كبيره لكل اسرته علشان عيد الشكر. فبيوصل تشين بعد ما طلع من السجن لان مفيش اي دليل عليه، وبنشوف اكل لجروندي حد سابوله من غير ما يعرفه. وفجأة بيدخل قاتل الاعياد حفلة عيد الشكر وبيقتل كل اعضاء عائلة فالكون. فبيروح جوردن مع باتمان مستشفى اركام اللي مسجون فيها المجرمين الخطيرين، وبيسألوا المجرم كالندر مان عن قتل الاعياد واذا يعرف عنه اي حاجة، لكن كالندر مان بيقول لهم ان المشتبه الاول في القتل فالكون المشهور بالروماني، لكن طريقة القتل دي مش اسلوبه، وعلشان كده ممكن يكون عدو ماروني هو اللي بيقتل. وبيسألهم عن هارفي وسبب عدم حضوره معاهم، انه بيقول لهم انه واحد من المشتبه فيهم، وانهم ممكن يتفاجئوا انه عايش بشخصية مزدوجة. فبيقولوا ان الموضوع كله كأنه مقلب من الجوكر. هنا بيجري باتمان على زنزانة الجوكر، وفعلا بيلاقي مكانه واحد تاني،
وبيعرف ان الجوكر هرب وهارفي اكيد في خطر. وفعلا في اللحظة دي بيكون هارفي رجع البيت وبيلاقي واحد منتحل شخصية الجوكر قدامه، فبينزل فيه ضرب لكن بيقدر المجرم انه يضربه، وقبل ما يمشي بيهدده انه يتدخل تاني في شغل المجرمين. وبيوصل باتمان فبيلاقي هارفي بيقوله ان اللي ضربه واحد منتحل شخصية الجوكر، وبيقوله انه رايح لماروني. فعلا في اللحظة دي بيكون ماروني بيحط المجرم في عربيته بعد ما ضربه، لكن بيوصل باتمان وبيهاجم ماروني وبيسأله عن علاقته بالجرائم اللي بتحصل. فبيقول له ماروني انه ملوش اي علاقة باللي بيحصل، وبيفتح شنطة العربية وبيطلع من جيب المجرم كارت الجوكر، فبيقول له ان اكيد هو اللي وراه كل حاجة. في الوقت ده بيصحى فالكون علشان يلاقي الجوكر عنده، وبيكون باتمان في طريقه لفالكون اللي بيكون الجوكر مكتفه، وبيقول انه مش القاتل، وان اللي بيقتل اعضاء اسرته اكيد حد قريب منه وبيمشي. لكن الحارس بيشوفه وبيطارده وبينزل وراه الشارع، لكن بيكون الجوكر اختفى. فجأة بيتقتل الحارس وبيوصل باتمان وبيلاقي جنبه نفس السلاح بغطا الببرونة، فبيرجع البيت وبيفضل يفكر مين اللي ممكن يكون القاتل. وبتعدي الأيام وبيجي يوم احتفال رأس السنة، وبيعمل فالكون حفلة كبيرة في اليخت بتاعه، وبيكون فيها سال ماروني أهم عدو الفالكون. فبيقف فالكون يتكلم عن أهمية العائلة، وبيكون ابنه ألبرتو بيسمع كلامه وبيفتكر إنه بيتكلم عنه، لكن بيتفاجئ إنه بيتكلم عن باتمان اللي بيدخل وبيشكره عن مساعدة باباه ليه. في نفس الوقت بيكون جوردن ومراته مع هارفي وغيلدا بيحتفلوا، وبتقول مرات جوردن لغيلدا انها ودت اولادها عند مامتها وبتعرض عليها تشتغل بيبي سيتر وتبقى تقعد معاهم بعد كده. لكن بيظهر على غيلدا الحزن فجأة وبتقول لها انها ما اتعاملتش مع اطفال من الكلية. في الوقت ده بيكون الجوكر قتل فريق المطار كله وبياخد طيارة وبيهرب بيها. فبنشوف باتمان على اليخت وبتكلمه بنت جميلة من الحفلة اسمها سيلينا، لكن وهي ماشية بيتفاجئ انها سرقت الساعة بتاعته، فبيسألها ازاي قدرت تاخدها من غير ما يحس بيها. هنا بترد عليه بغموض وبتقول ان الفضول ده ممكن يقتله. وبيكون هارفي بيحاول يهدي غيلدا بعد الكلام عن الاطفال، وبيقول لها انها ممكن يحاولوا يجيبوا طفل، لكن غيلدا بتنفعل وبتقول انه عارف كويس انها مش ممكن تقدر تخلف وبتمشي. هنا بيشوف جوردن طيارة الجوكر فبيطير باتمان وبيطارده وبيقدر انه يمسكه، وبيتهم ان هو قاتل الاعياد، لكن الجوكر بينكر وبيقول انه مش هو وانه بيدور عليه، وبيقولوا ان اكتر واحد ممكن يكون القاتل هو ألبرتو ابن فالكون. في اللحظة دي بيكون ألبرتو بيتكلم مع سيلينا وبيقول لها انه كان مستني يكسب كرسي في الاجتماع، لكن باباه شايفه ضعيف. هنا بتسأله سيلينا عن السبب اللي مخلي فالكون بيتعامل معاه كده، وبيقول لها المفاجأة انه حب واحدة في الكلية، وللأسف فالكون رفض علاقتهم وهددها بالقتل علشان تبعد عنه. في اللحظة دي بيوصل باتمان وبيتفاجئ ان سيلينا عارفة شخصيته الحقيقية، وبيتهم باتمان ان هو اللي بيقتل افراد عيلته، لكن ألبرتو بينكر وبيقول ان كل اللي كان بيتمناه انه يتجوز ويعيش مستقر. وفجأة بيجي ميعاد دق الساعة 12 ومع صوت الألعاب النارية بيتضرب ألبرتو بالنار وبيموت، لكن للأسف بيقدر انه يهرب منه. بعد كده بيروح يقابل هارفي وجوردن وبيقول لهم انه غلطان لما افتكر ان ألبرتو هو قاتل الاعياد. وفي النهاية بيقف فالكون وهو حزين ومش مصدق ان ابنه الوحيد اتقتل، وبيقول باتمان لجوردن انهم لازم يحموا فالكون لان اكيد قاتل الاعياد هيحاول يقتله. لكن هارفي بيتضايق وبيقول انه دلوقتي بقوا يحموا فالكون بدل ما يقبضوا عليه. وبكده يكون فيلمنا خلص، اشوفكم في فيلم جديد.